طلبنا بانتخاب مجلس مؤقت ب7 قضاة مؤقت. شنو دوره؟ 3 حويجات دون غيرهم. الحاجة الأولانية هذايا يشرف على حركة النقل وعلى وإسناد الخطط، لأنه تو ثم حالة فراغ، ولأنه الوزير طلع لنا بطلعة غريبة يحب يعين لنا محامين. أنا محامين في القضاء تبعنا له معايير الله أعلم، باش يجيب الجماعة التونسي الكبرى والسوسة ونلقوا أمورنا ونرجعوا بالتليفون الله أعلم، ونجيبوا المحامين نتاع حزب سياسي دون غيره الله أعلم، ونسندوا خطط ل100 خطة ما تمت في حتى عام مع حتى وزير. هذا يظهر لي حتى بشير تكري ما عملوش مخطئ، اما باش نعملوا هكا كما يعملوا تو واللي هو نسخة أخرى من نسخ قمت بن علي، وإلا نعملوا ننتخبوا يعملوا لنا حركة النقل وإسناد الخطط، واثنين ينتصبوا كمجلس تأديب تجاه التجاوزات والخروقات من طرف أي قاضي، وإذا كان موجب للتتبع التأديبي يؤدب، وإذا كان موجب للتتبع الجزائي ترفع عليه الحصانة ويتخذ في شأنه ما يتخذ. وثلاثة يحضروا مشروع قانون أساسي للقضاة يطرح على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه. هذايا يوخرون فيه يوخر. تعرف علاش؟ على خاطر توا وقت النقلة بتاع القضاة، توا القضاة جزء منهم تحت رحمة الوزير، تحت رحمة السلطة التنفيذية، يعني نفس السلوك ما أشبه اليوم بالبارحة. هذا نقطة ثانية في نفس الملف. الجمعة ذي راهو موضوع هام نسيتوه، محاكمة قتلة شهداء تونس الكبرى وزغوان ونابل وبنزرت وسوسة والمستير، وهي فضيحة. الحكومة انطفي الضوء، الإعلام انطفي الضوء ساكت، كأنه نحكيه على حادث مرور. ثم الضغوط تيجي نزربوا كما جا نرجلوها كما جا ونعطوا للجرحى شوية فلوس ونرتبوا الأمور. مع محاكمة المفروض تكون أهم مدخل للعدالة الانتقالية والغسلان ذاكرتنا الوطنية. تأسس راهي محاكمة نظام، المفروض المحاكمة هذه راهو فلان وفلتان مش شخص، راهي منظومة استبداد وديكتاتورية وفساد وقتل وتعذيب، منظومة خارج القانون بالمعنى الشرعي. هني تتعدى سبهللة وكأنهم ما حد شيء، وكأنه اللي يحكم الآن وأنا وأنت في هذا المنبر ما جينا بفضل دماء الشهداء والجرحى هذوك. لسوء الحظ محاكمة بهذا الوحدة تتعدى سبهللة. لو كان جت محاكمة راقصة كانت تكون أكثر أهمية وانتباه الجماعة عليها في البلد. هذا في تقديري مسألة خطيرة. القضاء دعوا القضاء راهو ضمانة الضمانات لنا الكل، راهو وقت اللي يبدأ القضاء غير مستقل راهو الكلنا نقولوا احنا مذبوحين بنفس السكين. راهو إذا كان ما يكونش قضاء مستقل وإرادتنا تتجه للاحتكام ليه والخضوع لأحكامه، واللي هو شكل عميق من أشكال الديمقراطية والقبول بالقانون ودولة القانون ودولة المؤسسات ودولة الديمقراطية الاجتماعية الحقيقية. راهو اليوم اللي قاعد يتم في تقديري التفاف على الثورة. نعرف الكلمة هذه بعض ما يحبوهاش، بعض هكا الأحنام برشا، لا التفاف على الثورة وراهم من القضاء تدخل الثورة المضادة اللي قاعدة تدخل الآن بإجراءات الأستاذ نور الدين البحيري تندرج في سياق الثورة المضادة.